السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهارده بقى نعمل احلى قراقيش. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس وتدوسوا على زر الجرس. النهارده بقى نعمل احلى قراقيش معاكم، قراقيش بالعجوة وقراقيش سادة. بصوا السادة جميلة جدا، بصوا هي لسه سخنة معانا. لو احنا سيبناها شوية بصوا متفرغة ازاي، بصوا مفرغة ازاي من جوه. حاجة كده جميلة جدا وفي منتهى الروعة، حاجة في منتهى اللذاذة وخفيف جدا. وبصوا ابو عجوة جميل جدا ازاي شكله، بصوا حاجة في منتهى بصوا انا مش عارفة اقول لكم اوصف لكم جماله ايه صراحة. متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لك لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نخش على المقادير ودوسوا لي لايك وشجعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ معلش ان انا قطعت عليكم مرة واحدة كده، كنت تعبانة، ادعوني بس بالشفا. النهارده هنعمل معاكم قراقيش العجوة. قراقيش هنعمل قراقيش كده اهوت، هنعمل نص سادة ونص بالعجوة. معايا هنا لقيتها في الفريزر قلت اعمل شوية كده بالعجوة وشوية سادة. معايا هنا حتة سمنة بلدي مع نص معلقة صغيرة، ومعايا اللهم صل على النبي سمسم محمص. هنلفهم كده حلو وهنرجع. بصوا عجنتها هي حلوه قوي اهو. نصلي على النبي كتير ونذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هنجيب بقى المكونات بتاعتنا اهي، واللي هنسيبها بقى شويه كدهوت وايه، ونجيب بقى الحاجه ونعملها. ورجعت لكم تاني. هنحط بقى ايه كوبايه الا ربع ميه دافيه اهي، كوبايه الا ربع اهي. هنحطها هنا كده مع معلقه خميره كبيره ومعلقه ونص سكر معلقه خميره ومعلقه ونص سكر. احنا برضك مش هنزود سكر عشان ايه العجوه بتاعتنا. هندوبها كده ونسيبها ايه شويه ايه لغايه لما تطلع القطعات بتاعتها. احنا مش هنخمر برضك الحاجه. بصي بقى بعد ما قلبناها، بصي البرقيع دي سر النجاح، الخميره بتاعتي دي بتاعتي كده شغال. هنجيب معلقه كوبايه سمنه ما ينفعش زبده، سمنه اي نوع سمنه عندك. الزبده هتنشفها معاكي. هنفضيها كوبايه سمنه لازم ايه في حراره الغرفه برضك معاكم. حطينا بقى السمنه كده ولا منها ساقعه ولا منها سخنه، بين البنين هنقلب حلو تتجانس مع بعض. يعني نجيب بقى نص كيلو دقيق وهنفضيه 4 كوبايات. لو معاكي كيلو، ما معاكي كيلو على طول هاتي كوبايه مك الشاي. معايا نص كيلو من الدقيق فضيته اهو، ومعايا معلقه كبيره، معلقه حراميه كده لبن بودر. انا هحط ايه معلقه ونص لبن بودر. السمنه دي بتخلينا ايه النعومه بتاعه القراقيش دي بتبقى حلوه. الزبده بتنشفها زي ما قلت لكم. امشوا على الخطوات ديت مظبوطه وان شاء الله تبقى حلوه. ومعانا حصوه ملح، ما ننساش بردك حصوه الملح هنعجن بقى ديت. هنشيل المضرب خالص وهنعجن بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هلفها كده وهعجنها معاكم. احنا مش هنعجن بردك فيها قوي، يعني مش هنخلي الماده الجلوتيني اللي هي ايه اللي هي تطلع، لا هنعملها زي بردك ايه تبقى دايبه معانا لو احتاجت ميه احنا هنحط بردك معانا شويه بشويه الميه معانا. بصوا يا جماعه احنا عملنا العجينه اهي. هي احتاجت بس معلقه كبيره من الميه بس، واعجني فيها حلوه قوي هتلاقيها عملت معانا. احنا مش عاوزينها، احنا عاوزين فيها عرق بسيط، ما بتمطش قوي. بصوا اهي العجينه تبقى بسيطه معاكم اهو. هناخد واحده ندمجها حته كده اهو، وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي هندمجها اهي اتلمت معانا. هنسيبها بقى تستريح 10 دقايق وهنبدا بقى نشكلها كده بقى يا جماعه. هنسيبها تستريح 10 دقايق اهو. ما احنا ما بنخمرش خالص، هنخمر بعد التشكيل. هنجيب كيس بلاستيك او اي حاجه. انا جبت الصراحه ما عنديش كيس بلاستيك، جبت شاطئ بس. هنسيبها 10 دقايق واجي نشكل بقى معاكم. بعد ما خمرناها 10 دقايق هناخد بقى قطعه كده
منها اهي. احنا قلنا بفتح فيها مطه بس بسيطه. لازم نظبطها كده. خليها مستطيله كده، ولا تخينه ولا ايه رفيعه، بين البنين. بصوا بقى يا جماعه، انا فردتها وظبطتها. هنجيب بقى ايه، حطينا العجوه كده زي ما انتم شايفينها كده بالطول. ها، وهنجيب بقى ايه جنب كده زي ما انتم شايفين، والجنب التاني كده زي ما انتم شايفين كده. هنقفل الجناب بعضيها حلو كده اهو. بصوا اهي زي ما انتم شايفين بقفلها اهي، وبقفلها اهي حلوه اهي عشان ما تفكش مننا. ونبططها تاني نجيب بقى كده الجنب التاني نحطها ايه عشان نقطع الجنب الايه دي هنجيب بقى السمسم. لو عندك سمسم اعملي، حطي سمسم وبططي ايه، وانت ايه بتقطعيها تبططي كده هنعمل صف كده هنعمل صف كده زي ما انتم شايفين حضراتكم ونبطط بقى كده بالورق بصوا كده بالورق عشان تدي معانا ايه الشكل بتاعنا الحلو هقطعها وارجع لكم اوريكم شكلها عامل ازاي من جوه. بصوا بقى يا جماعه قطعناها اهو. بصوا شكلها جميل جدا اهي. هنسيبها بقى بعد التشكيل كده اهو تخمر بردك شويه، تخمر الخمره بقى بتاعتها اهي. بصوا شكلها عامل ازاي جميل جدا، وما اقولكوش ريحتها جميله صراحه وناعمه جدا، وهتبقى جميله ان شاء الله باذن الله اهو. بصوا حاجه كده جميله جدا، والعجوه كده متوزعه في قلبيها، حاجه منتهى الروعه هخلص وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، بعد ده الصاج الاولاني اللي احنا عملناه ده خمر معانا اهو، ولسه الصاجين التانيين هم قطعوا بسم الله ما شاء الله، يعني صاجين ونص. ادي النص اهو، وادي الصاج التاني اهو قدامكم. لسه بقى هيخمر، ولما يخمر هوريهولكم بقى بعد التسويه. ده خمر هندخله الفرن على فرن حامي مسبقا، واللهم صل على النبي، وهوريلكم بعد التسويه يبقى عامل ازاي.